ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان. ربنا يعوده علينا وعليكم يا رب بالخير واليمن والبركات. طبعا احنا شايفين مع بعض الزبادي يعني سحور رمضان. طبعا ما فيش بيت بيخلى من الزبادي في رمضان. وبما ان اسعاره غليت جدا، الكوبايه دلوقتي بتوصل لها 6 و7 جنيه. فقلت هعمله في البيت واوريكم طريقته وازاي هنعمله مع بعض ويكون كريمي ويكون متماسك بالشكل ده. هنعمل نوعين من الزبادي بالفراولة، وطبعا كل الأطفال بتحبه. وهنعمل الزبادي البلدي العادي بتاعنا. بس اللي أول مرة يشوف قناتي ياريت يشجعني ويعمل لي لايك وسبسكرايب ويتابع معايا الوصفة. تعالوا نشوفوا هنبدأ مع بعض الوصفة ازاي. أنا هنا معايا 2 كيلو لبن جاموسي. طبعا اللي مش قدامه اللبن جاموسي متوفر، ممكن عادي خالص لبن علب، مفيش اي مشكلة. اللبن اللي انت بتحبي تستعمليه استعمليه. تمام. هنحط اللبن على النار بالشكل ده وهنسيبه لغاية ما ياخد راحته خالص ويغلي براحته خالص. ما نستعجلش ونسيبه ياخد راحته في الغليان. تمام. واول ما هيغلي هنطفي عليه النار ونشوف هنعمل مع بعض ايه. هو كده هو بدأ يغلي. طبعا نبقى واخدين بالنا علشان اللبن لما بيفور على البوتاجاز بيبهدل الدنيا. انا هنا سبت اللبن برد خالص، بقى عامل زي دمعة العين كده. تمام. وهبتدي بقى اشيل وشه. انا ما بحبش استعمل وش اللبن في الزبادي، بتعمل طبقة دهنية كده ما بتبقاش ظريفة. هنا اللبن انا قسمته في بولتين، كل بولة حطيت فيها كيلو لبن. تمام. هنبدأ مع بعض الزبادي البلدي بتاعنا العادي خالص الابيض. هنا جبت اللبن. تمام، كيلو زي ما احنا اتفقنا. وهضيف عليه كوباية زبادي، وهضيف عليه حوالي نص كوباية لبن او كوباية لبن، مش هتفرق الكمية. بالشكل ده كده. وهبدأ اضربه بالهاند بلندر. انتي مش موجود عندك هاند بلندر اضربيه في الخلاط مفيش مشكلة. بس المهم ان احنا بنضرب الزبادي كويس جدا في اللبن ونخليه كريمي علشان نضيع منه اي حبيبات موجودة فيه. كده انا ضربته كده وبقى جاهز. نزلت بيه في اللبن، في كيلو اللبن اللي انا مجهزاه بالشكل ده. وهرجع اضربه تاني في قلب البولة اللي انا حاطه فيها اللبن، عشان اتاكد ان هو امتزج بكل اللبن اللي انا حطيته له وبقى كله واخد من الزبادي بالشكل ده كده. طبعا بقى في الوقت ده بكون محضره بولات، او انت عندك طواجن او اي كاسات زي ما بتحبي تستعملي. بس طبعا نكون غسلينها كويس ومعقمينها وناشفه جدا خاليه تماما من الميه. طبعا بقى ببتدي انزل باللبن في قلب البولات دي على حسب احتياجك بقى. وطبعا نعمل حساب الاطفال، بنبقى عاملين لهم حجم اصغر شويه مننا. هو هنا الكيلو حوالي 5 كاسات او 5 بولات بالشكل ده. كان حجمهم كبير مش صغير، حجمهم كان حلو بصراحه. في هنا حبه بقوا مش هنرميهم، حطيناهم على طول بالبوله الكبيره. كده احنا خلاص خلصنا اللبن الزبادي الابيض. هنركنه. نبتدي بقى نعمل زبادي الفراولة. طبعا هنعمله زي الجاهز بالظبط. معايا هنا علبة زبادي فراولة، وهنحط عليها معلقتين سكر كبار. وهنجيب كمان معانا كيس جيلي بالفراولة. لو متوفر معاكي متوفر، مش متوفر البديل بتاعه كريم شانتيه بالفراولة. هيديكي برضو نفس الطعم ونفس القوام، وهيبقى كريمي برضو معانا. هنحط معانا معلقتين كبار بالشكل ده. وهننزل برضو بنص كوباية لبن او كوباية لبن عادي مفيش مشكلة.
وهنبتدي برضو نضربهم بالهاند بلندر. بس هنا هنطول الضرب شوية عشان نتأكد ان الجيلي داب مع السكر كمان. هنا انا خد وقت طويل شوية عن الزبادي الابيض. بالشكل ده كده، وهضيفه على اللبن اللي في البولة. وهنضربه هو كمان في قلب البولة تاني. وكده خلاص زبادي الفراولة بالنسبة لنا خلاص خلص. هنبتدي برضو نحطه في البولات بتاعته ونشوف هنكمل الوصفة ازاي. هنا برضو عمل معايا 5 بولات زي الزبادي الابيض برضو. طبعا زبادي الفراولة ده حبيب الاطفال كلها، مفيش اي طفل ما بيحبوش بصراحة. هنا بقى هتيجي الخطوة اللي هتنجح معانا الزبادي. تمام كده خلاص الزبادي ده خلص والزبادي ده خلص. هنشوف بقى هنعمل ايه عشان الزبادي يطلع معانا ناجح وزي بتاع بره بالظبط. انا هنا حضرت حوض وهبتدي ارص فيه الزبادي بالشكل ده كده. وفي الوقت ده انا بكون محضرة قبلها بفترة، يعني حوالي نص ساعة كده، بكون غالية كتل والمية بتاعته يا دوبك تقدري تستحمليها، ما تكونش سخنة قوي او مغلية عشان اللبن بتاعنا ما يخرصش مننا ويبوظ الزبادي اللي احنا عاملينه. انا حتى حطيت صبعي عشان اوريكم ان انا مستحملة سخونية المية. تمام معايا بقى هنا خلة بتاعة الأكل يعني. ابتديت أضيع أي فقاعات هوا من فوق، أدوبها بإيدي بالشكل ده كده. وهبتدي بقى، انت عندك استرتش راب ماشي، عندك ورقة فويل ماشي، اغطيها كويس بالشكل ده واكون مسخنة الفرن لمدة 5 دقايق بالظبط. امسك الساعة واظبط الفرن 5 دقايق، مشغلة الفرن من فوق ومن تحت وسايباه يسخن مش اكتر من كده، برضو عشان درجة حرارة الفرن ما تبوظش مننا الزبادي لو هو درجة حرارته عالية. خلاص انا هنا دخلته خد حوالي 7 ساعات، وبعد ال7 ساعات بدأ يطلع بالشكل ده ويبقى متماسك معايا كده. هو كده اهو كان لسه طالع من فرن بعد 7 ساعات، كنت لسه ما دخلتوش التلاجة. اهم شيء عشان نظبط الزبادي، اللبن يكون يعني عامل زي دمعة العين، والمية اللي احنا حطيناها له تقدري تستحمليها. وده شكله اول ما طلع من الفرن. طبعا انا كده خلاص خلصته. تمام هبتدي بقى اشيله وهدخله في قلب التلاجة يسقع شوية. طبعا انا هطلعه من المية بتاعته، مش هسيبه، مش هدخله بالمية دي خالص، انا هشيله من الحوض وهطلعه من المية خالص.
كده انا رصيته اهوت في صينيه وهدخله التلاجة. وده شكله بعد ما خرج من التلاجة، متماسك وكريمي وما بيقعش مننا، وهتشوفوا شكله دلوقتي عامل ازاي. شايفين متماسك ازاي، ما بينزلش من قلب البولة. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتعملوا لي لايك وسبسكرايب. اتمنى اشوفكم في فيديو جديد. هتشوفوه دلوقتي اما اجي يعني ادوقه قدامكم، هتشوفوا ان هو كريمي جدا من جوه. انا لازم ادوق قدام. ادوق الفراولة ولا التاني؟ دوق التاني. انا ما عاوز اشوف ينفعش اكسر طعمه. واحد بقى وحش. انا عاوز اشوف ده اصلا، عاوز اشوف طعمه ده ايه. انا عاوز شايفين ادوق القوام التاني. عامل ازاي، بسم الله. كريمي وناعم جدا جدا من طعمه جوه. جميل. وكده الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتشجعوني طعمه وتعملوا ايه لي لايك بس؟ وسبسكرايب.